فلافميك اللي دابا هادي العام الثاني هنا في الموسيقى، عطات واحد على العام الاول ديالها العام الثاني عطات اقبال زوين. العام الاول كان التسجيل تبارك الله، وتا اليوم عاوتاني هذا العام كاين التسجيل تاعو زوين. الموسيقى شي حاجه اللي زوينه. هنا في لافميك راه كاين جميع الالات، كاين البيانو، كاين الجيتار، كاين جميع ليزانسترومون. كاين حتى واحد الانسترومون اللي ما قليل اللي راه كيعلمها هنا في وجده، هي آلة ترومبيت كيقريها الاستاذ مروان مزوغ. كنديروا الاندلسي، كنديروا شعبي الجيريان شويه قصايد، وزائد حتى الكلاسيك كنديروا حتى هو. الرساله كنوجهها للاباء زعما يحفزوا ولادهم على هذا الفن، هذا اللي هو راه شي حاجه زوينه. يسجلوا ولادهم، كيكون واحد التخوف ولاد الصغار شويه، ولكن كتبقى تحبب له هذا الشيء، هاد الغرناطه تحبب له شويه بشويه حتى يولي كيبقى يديروا، يجي وكيغني. شحال من واحد انا ما كانش عندي يبغي يغني وكيبقى يغني ويعزف مع المجموعه. الصراحة من وانا صغيرة كيعجبني الآلة نتاع الكمان، وهي الآلة اللي اختاريت نتعلمها. من جهة لحقاش كيعجبني الصوت ديالها كآلة، ومن جهة أخرى باسكو أنا عارفة بلي أنها آلة صعبة من بين الآلات الصعبة، ويعني التعلم نتاعها غادي يكون تحدي بالنسبة ليا، وانا كيعجبني نخوض التحديات. وصراحة عجبني الجو كيفاش كيديروا يتعلموا، سي بلوتو ان كليما كونفيفيال. علاش كنفضل الموسيقى وعلاش بديتها؟ باسكو كنحس باللي كتاخذك هي لواحد النيفو جديد ديال الكرياتيفيتي، كديفلوبيك بيرسونيلمون، واحد السكيل، واحد الكومبيتونس اللي صراحه زوينه باش انها تكون عندك. والانسترومون اللي كنلعب هي لا غيتار، لحقاش حسيت باللي هي اللي تقريبا كتلقاها في كاع لي جونغ اللي نتاع الموسيقى، فين ما مشيت في اي جونغ ديال الموسيقى كتلقاها. وصراحه مور ما كتعلم الجيتار كتحس براسك باللي تقدر تتعلم اي انسترومون موراها.